السلام عليكم اخواتي. اليوم كما راكم تشوفوا جبتكم وصفه دجاج كريسبي مقرمش، واللون تاعه ذهبي يجي خير نتاع المطاعم. الطري من الداخل مقرمش، ما تتقارنش مع تاع برا. تابعوني للنهايه تشوفوا السر اللي يخليه يجي هاك. اذا اول حاجه جبت صدر تاع الدجاج تاعي اللي كنت غسلته مليح، ومن بعد نحاول باش نقلع كاع دوك الزوائد كيما داك الشحم وكاع نقلعهم، ونبدا نقطع الدجاج تاعي على شكل شرائح كيما لي بيفتك. طريقه رائعه وديروها لوليداتكم، خصوصا الاطفال يبغوا هاد الانواع تاع هاد الوصفات. اذا هنا كيما راكم تشوفوا يعني ما تقطعيش غليظ بزاف، يكون على هذا الشكل. اذا نكمل التقطيع. كيما انا استعملت غير نص صدر الدجاج، يمكن تستعملي صدر كامل ولا صدر ونص على حسب عدد افراد العائله. اذا هنايا بعد ما كملته درته في البول تاعي، وجبت لي زيبيس. غادي الان نوري لكم لي زيبيس اللي استعملتهم هنايا. اول حاجه استعملت هنايا الثوم مجفف ملعقه صغيره، 2 ملاعق صغار تاع فلفله حمراء، معدنوس مجفف دايرته انا هنا. انا صنعته في الدار. نسحقوه في الشتاء، ولكن بعض الاكلات ما نحتاجوش هذاك الطازج. هنا درت مغرف صغيره تاع اسكنجبير، يمكن تستعمل ايضا بهارات تاع الدجاج الماله. وبالنسبه هنا الفلفله الحمراء حاره، استعملتها اختياريه، يعني وهي احسن تعطي ذوق رائع في هذا الدجاج. وايضا ملعقه صغيره تاع فلفل اسود، وضفت له هنايا الملح، وضفت هنايا بيكربونات، عفوا درت انا لا ليفر شيميك نص مغرف تاع قهوه تاع لا ليفر شيميك، ويمكن تستبدليها بالبيكربونات. انا ما كانش عندي البيكربونات. تستعملي عفوا حمض السيتريك، ولا ما عندكش حمض السيتريك تستعملي تعصري نص حبه تاع ليمون. ومن بعد جبت هاد البهارات تاعي وخديت نص كاس تاع الماء بارد، يعني من الاحسن يكون بارد، ونكب على لي زيبيس تاعي. الوغ هنايا نبدا نخلط مليح المكونات تاعي باش لي زيبيس تاعي يمتازوا مع هذاك الماء، وتكون لا ماريناد تاعنا دروك تكون جاهزه. الوغ نجيب هذيك لا ماريناد تاعي ونكبها على الدجاج تاعي. هي من الاحسن الدجاج كما نعرفوه يبغي نمتكوه بكري باش يدخلوها مليح لي زيبيس. كيما انا هنايا كنت شويه مقلقه، خليته في لا ماريناد تاعه 3 سوايع، لكن من الاحسن الا بغيتي ديريه في النهار متكيه في الليل احسن، ولا بغيتي ديريه في الليل متكيه في النهار. الوغ نحاول نخلط مليح هاد الدجاج تاعي في لا ماريناد حتى تشوفي باللي كيما كنت تشوفوا هنايا الدجاج تاعي راه امتص هذيك لا ماريناد. مرة على مرة تخلطي حتى تشوفي باللي لما الدجاج قاعد تشرب لي هذيك لا ماريناد تاعي. من بعد غادي نغطيه ونخليه يرتاح كما قلت لكم تقريبا 3 ساعات في الفريجيدير في الفريغو. الدجاج تاعي درته في الفريجيدير. في نفس الوقت جبت قصعه تكون شويه صغيره، درت هنا 400 غرام تقريبا تاع فرينه. وبالنسبه للبهارات اللي غادي نديرها في هذه الفرينه غادي نستعمل الثوم مجفف ملعقه صغيره، والملح الحرور ايضا ملعقه صغيره، ملعقه كبيره تاع مايزينا، ملعقه صغيره تاع لا ليفور شيميك، والمعدنوس المجفف. ونخلط جيدا المكونات هذو لي زيبيس، نخلطوهم مليح مع الفرينه. ما تقوليش باللي غادي استعملتي هنا فرينه بزاف. غادي دوك تعرفوا علاه السر، باش يجيكم هذوك كيما نقولوا حبيبات في دوك الدجاج كريسبي. الوغ بقى معايا دائما اخر الفيديو باش تعرفوا. اول حاجه هنايا دوك خرجته من الفريغو تاعي. بون بالنسبه الا شتي خرجتيه وشفتي بلي كاين سائل صفيه، يعني من الاحسن الدجاج تاعنا يكون متشرب كاع هذيك لا ماريناد. على هذه قلت لك حضريه ساعات مقبل ولا ليله مقبل. الوغ تقبضي هذوك القطع تاعك تاع الدجاج وترمضيهم مليح في ديك الفرينه كيما راكم تشوفي. نرمد ونعاود ندور، ترمديهم مليح الا يتشربوا هذيك الفرينه يتشربوها مليح. من بعد كيما كتشوفي هنايا الطريقه تجيبي بالاصابع تاعك يكونوا محلولين، وتبدي تحركي في هذاك الدجاج تاعك مليح مليح مليح. هذه هي الطريقه باش تشكلوا لك هذوك الحبيبات فوق الدجاج تاعنا. الوغ تبقي لي مده وانتي تحركي بالاصابع تاعك وتحطيهم
في الطبسي مازال ما كملنا، ابقوا معايا مازال ما كملت. نحط في الطبسي ونكمل كاع الكميه تاعي اللي كانت عندي بنفس الطريقه. اذا هنا كملت الكميه تاعي. دوك جبت هنايا ان بول راكم تشوفوا حدايا فيه ماء بارد، نغطس هادوك، نعاود هذوك القطع تاع الدجاج تاعي نعاود نغطسهم في الماء ونعاود ندخلهم في الفرينه. هذاك اللي نديرو كميه كبيره تاع الفرينه، وتديري نفس الطريقه اللي درناها في الاولى. وملاحظه، الا بقات لك الفرينه ما ترميهاش، سيحيها وديريها في بوسه وخليها. الا درتي لي زيسكالوب ولا تحتاجي هذيك الفرينه، حتى حاجه ما نرموها في المطبخ تاعنا. نعاود نفس الطريقه. سما هنا راني ناكد على هذوك القطع الصغيره اللي تجي في السطح تاع الدجاج تاعنا. والسر الثالث هي ان الزيت مي تستعمليه تكون بزاف، ويليق تكون الزيت ساخنه، يعني تكون حاميه. لو كانت تحطي الدجاج تاعك ولا الزيت بارده ما غاديش تكونوا لك هذوك القطع الصغيره فوق الدجاج. اذا هنايا راهم على نور عفوا على نار قويه تقليهم. ايضا ما ديش نار متوسطه، النار تكون قويه، وتبدي تقلبي فيهم على الوجهين حتى تشوفيهم داو اللون الذهبي. اذا هنا راني قدمت لكم كاع الاسرار تاع الدجاج كريسبي. تبعوا هاد الخطوات وغادي تنجحوا فيه. اذا نكمل كاع الكميه تاعي في القلي، ومن بعد غادي نحطه في صحن التطبيق، وانت تجمي تقدميه مع بطاطا، خصوصا الاولاد حنا تاعنا يبغوا البطاطا، وكاع تقدميه مع البطاطا المقليه. وصفه سريعه وخفيفه حتى للعشاء ولا للفطور. يعني بسرعه تحضريها، ما تديلكش وقت، والاطفال يبغوا هاد الانواع تاع الاكلات. اذا هذا هو الطبق تاعي النهائي. كنت قليت معاه البطاطا بصح ما قدمتهاش مع البطاطا، معليش. المهم انا وريت لكم النتيجه تاع هذا الدجاج كريسبي. اذا هذا هو الفيديو تاع اليوم. اذا عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك والمشاركه لتعم الفائده. الى فيديو اخر، مع السلامه.